الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، أسعد الله مساءكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد البكر يحييكم ويرحب بكم ويسره أن ينقل لكم وصفا كاملا لمباراة اليوم من استاد الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز في الدمام. لقاء اليوم بين الهلال من الرياض والاتفاق من الدمام. أمامك قائمة التحكيم: حكم ساحة خليل جلال، مساعد أول علي التركي، إبراهيم الدباسي، والحكم رابع خالد اليامي، مراقب الفني حمد الحميدي، والمراقب الإداري خالد الحوار. وشايف أنا الهلال كابتن الهلال فيصل أبو اثنين. اليوم بدأت مباريات كاس الأمير فيصل بن فهد رحمه الله. يمثل الاتفاق اليوم طارق الذوادي، سياف البيشي، عبد الفتاح شعيب، سعود خليفة، تركي إبراهيم، عبد العزيز المحيني، عبد العزيز الدوسري، ياسر الشهري، عمر باخشوين، حسين علي، عبد الرحمن ظافر، إبراهيم بكري، علي الفهيد، فؤاد المقهوي، بندر زايد، وأحمد البحيري، حسين الحمران، فهد زيد، والمدرب اوجينيو كارلوس. إذا أحمر واخضر وابيض، الاتفاق على يسارك الان موجود. امامك عمر باخشوين وفيصل ابو اثنين. واليوم لقاء اتمنى ان شاء الله ان يوفق الفريقين في اداء مباراه جيده تتناسب وسمعتهما. واتمنى ايضا للحكم خليل جلال ولزملائه المساعدين كل التوفيق. نريد مباراه جميله ان شاء الله. المباراه تجمع الهلال والاتفاق. الهلال يمثل اليوم محمد دعيع، عبد الله الشريده، عمر الغامدي، فيصل ابو اثنين، محمد قحطاني، محمد شلهوب، عبد الله جمعان، تركي سويلح، تركي الشايع، احمد خليل، منصور الشهراني، فهد سعد، عبد الله مطرف، حسن عتيبي، سلطان سعيد، تركي محمد وليد، سالم فهد المفرج، والمدرب إيليا بلاتشي. اذا اخذ الهلال يسار الساده المشاهدين، اذا محمد دعيع على اليمين يمين الساده المشاهدين، والاتفاق راح يكون على يسار الساده المشاهدين. واذكركم ان هذه المباراه هي من مباريات المجموعه الاولى من مسابقه كاس الامير فيصل بن فهد رحمه الله. وهي هذه المجموعه تضم الهلال والشباب، الاتحاد، الاتفاق، النجمه، والانصار. بينما المجموعة الثانية تضم الأهلي والنصر، الرياض، قادسية، الوحدة، سدوس. يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة لدور نصف النهائي. قبل 25 سنة انطلقت هذه البطولة بمسمى كأس الاتحاد، وفاز في أولها فريق النصر، وفي العام الماضي تحول مسمى إلى اسم فقيد الرياض العربي من فيصل بن فهد رحمه الله. وكرة ملعوبة ناحية اليسار وانطلاقها من شلهوب، وشلهوب قريب من منطقة الجزاء، بيحاول يعدي في تقديم معاه النقل داخل 18، لكن تنتقل إلى خارج أرض الملعب، إلى خارج أرض الملعب. رمية تماس للهلال 3 مرات من محمد قحطاني، لعبت ناحية اليسار للجمعان ولكن إلى خارج أرض الملعب. ضربة مرمى. أتمنى إن شاء الله أن يوفق الهلال والاتفاق وطاقم تحكيم، وأن أيضا أوفق أنا شخصيا معكم من فترة طويلة لم تستمعوا إلي. أتمنى إن شاء الله أن أوفق في نقل مباراة يعني جميلة في هذه السهرة اليوم الأربعاء. إن شاء الله الجميع يستمتع. كرة ملعوبة ناحية اليسار، حاول الهلال صاحب المبادرة، أكثر مبادرة، ثالث مبادرة هجومية، ولكن ترجع مرة ثانية تتخلص إلى أقصى اليمين، توصل لتركي الصيليح، لا ترجع مرة ثانية. طبعا عندنا أكثر من تركي اليوم، كرة ملعوبة وتوصل للشلهوب، والشلهوب عبد الله جمعان في أقصى اليسار، حاول يعدي، انطلق بصورة جيدة، لكن في تغطية تروح إلى خارج أرض الملعب، ركلة مرمى لصالح الاتفاق. اليوم في 4 مباريات في الاتفاق والهلال الآن تقام، وهي أول مباراة منقولة لكم في هذا الموسم على الهواء مباشرة، أقصد من مسابقات الدوري المحلي. وهناك الشباب والنجمة في الرياض، الأنصار والاتحاد في المدينة، الوحدة والرياض في مكة. كرة ملعوبة في خطأ ظهر معك
حسين علي واحد من هدافي الاتفاق، وعندما يكون هناك فرصه سأتحدث كيف استعد الاتفاق، كيف استعد هذه الاعاده الدفعه لما تركي سويلح عد دفع حسين علي. سأتحدث عن استعداد الفريقين، كره ملعوبه اماميه ولكن محاوله للسواء على الكره. لاعب ما يأس، حلو من اللاعب انه ما يأس يتابع الكره وين ما راحت، لان الكره ممكن تستفاد منها في اي لحظه. كره ملعوبه ناحيه اليسار، عيني ناقلها وكره اماميه ومحاوله ولكن تقطع الى خارج ارض الملعب. رميه تماس، تقطع الى رميه تماس. رميه تماس ولا ركنيه؟ راح نشوف كل الاحوال اللي قريب من الرايه الركنيه. تماس وهذا عبد الفتاح الشعيب. وبالمناسبه عبد الفتاح الشعيب تحول من مدافع الى هداف المباراه تجيبه في دور الصراخه، هو هداف. وكره ملعوبه اماميه داخل منطقه الجزاء، محاوله تسديد وتلعب امامي داخل منطقه الجزاء، تتخلص عبد الله يخلصها وفي خطا خليل جلال. اتمنى ان شاء الله ان يوفق في هذه المباراه. كره ملعوبه ناحيه اليمين، تتمرر من تركي سويلح ولكن تقطع وتنقطع. توصل الكره الى الحيني الى الخلف، سياف لاعبها اماميه وكره محاوله لكن هناك اقرب لها عبد الله الشريده خلف دفاع الهلال. كره منقوله، هناك بعض الغياب في صفوف الهلال. سامي جابر اليوم يغيب، وطبعا انتم عارفين احتراف سامي جابر، وهذا شيء يعني يبشر بخير، يعني تصدير النجوم السعوديين الى الدوري الانجليزي وهو من اعرق المسابقات في العالم. وانتقال سامي جابر اذا ما تم وانتهى بحسب ما نتابع فستكون ان شاء الله بدايه جيده لكل نجومنا السعوديين. اتمنى له التوفيق. سامي جابر يغيب اليوم، طبعا هو اخر من سجل للهلال امام الكرامه السوري في مباراه الذهاب. طبعا هناك احترافات سابقه في هولندا كان فهد الغشيان، وهناك فؤاد انور في الصين. اذا نتمنى ان شاء الله التوفيق لكل نجومنا في صافره. ورميه تماس ايضا عبد الفتاح الشعيب. عبد الفتاح الشعيب هو اللي راح يلعب رميه التماس، وكره ملعوبه امامي داخل منطقه الجزاء. وهذه المباراه ضمن مباريات المجموعه الاولى، فقط للتذكير المجموعه الاولى اللي تضم بالإضافة إلى هذين الفريقين الكبيرين هناك الشباب، الاتحاد، النجمة، الأنصار. مجموعة قوية لا شك، مجموعة قوية. يعني أهون شوية الأهلي والنصر والرياض والقادسية والوحدة سلوس بالتأكيد أخف وأقل صعوبة من هذه المجموعة اللي تضم الهلال، الشباب، الاتحاد، اتفاق. يعني 4 فرق، ولا أستهين بالنجمة والأنصار، ولكن أقصد أن هناك الأربعة من الأربعة الفرق القوية جدا في الدوري المحلي. ولابد أن نبارك صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد، وسمو نائب الرئيس العام وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير رومان بن فيصل، على تأهل منتخبنا لكرة اليد لنهاية كأس العالم. وهذه التهاني والتبريكات أيضا تنقل لجميع السعوديين في المملكة العربية السعودية وخارجها. كرة ملعوبة ناحية اليسار ومحاولة للاتفاق ناحية اليسار تلعب، وفي كرة خارج أرض الملعب. لا، حكم المباراة لم تخرج الكرة، توصل لباخشوين ومغطي معاه تركي، ولا زال باخشوين محتفظ بالكرة، وأيضا مغطي معاه تركي الشايع اللي راجع، وراحت من قدم باخشوين خارج أرض الملعب إلى خارج أرض الملعب. نبارك أيضا لنادي الشباب فوز بطولة النخبة. راح أقول لك يعني بعض الأحداث اللي صارت، معظم كثير من المواطنين السعوديين وأيضا من الأخوة العرب كانوا غايبين في فترة الصيف، لم يتابعوا الأحداث، وبالتالي نقول نبارك للشباب بطولة النخبة كأس الأمير فيصل اللي أقيمت في الأردن. وهذا طبعا إنجاز يضاف لإنجازات هذا النادي الكبير ببطولات الحقيقة وبتاريخه. في خطأ، وأيضا يضاف للإنجازات السعودية. أيضا تأهل المنتخب السعودي لنهاية كأس العالم
هذه تهنئة حارة وبعد جهد جهيد حقيقة ومكافحة من رجالنا في بانكوك، قدروا انهم يحققوا البطولة. ولا انسى ايضا تهنئة لرئيس الاتحاد استاذ محمد المطرود. وايضا هناك دورة الصداقة، اهنئ النادي الاهلي واهنئ شخصيا صاحب سمو الملك الامير محمد العبد الله على هذا النجاح الباهر لهذه البطولة الدولية امامية اللي كسبت حقيقة يعني اعتراف الاتحاد الدولي فيها. ولولا انها نجحت في الدورات السابقة لما اعتمدها الاتحاد الدولي كبطولة عربية او بطولة دولية تحمل ايضا اسم صاحب سمو الامير الملكي الامير عبد الله الفيصل الله يحفظه. واهنئ الحقيقه النادي الاهلي، اهنئ شخصيا محمد سمو الامير محمد عبد الله الفيصل على هذا النجاح منقطع النظير، النجاح الفني والتنظيمي والاعلامي اللي حصلت هذه البطوله. كره ملعوبه اماميه سريعه ومحاوله قرب منطقه الجزاء تتخلص الى وسط الملعب. نهنئ نادي النصر السعودي اللي تأهل لنهاية بطولة الأندية العربية اللي راح تقام في الرياض وتستضيفها نادي الهلال، وأتمنى لهم التوفيق إن شاء الله. أمامي نبارك للهلال فوز على الكرام في مباراة الذهاب. أمامي داخل منطقة الجزاء ترجع إلى اليمين، كرة ملعوبة ناحية عبد الرحمن اليامي. عبد الرحمن بيحاول يعدي لكن تنقطع وتوصل سريعة للجمعان. الجمعان بيحاول يعدي، يحاول يمر، راح ينقلها داخل منطقة الجزاء، يعدي مرة ثانية جميلة ويحاول لكن تغطية ممتازة، تغطية ممتازة والكرة إلى خارج أرض الملعب. دعواتكم للنادي الأهلي اللي يشارك في البطولة العربية الآن في جدة، أتمنى له إن شاء الله التوفيق وادعوا له ليضيف إنجاز لتاريخه الطويل وبطولاته، ويضيف أيضا إنجاز للكرة السعودية بإذن الله. بالتوفيق للنادي الأهلي إن شاء الله، يترجم ما يقدم لهذا النادي من دعم كبير الحقيقة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد العبد الله وكذلك أصحاب السمو الملكي أعضاء الشرف. كرة منقولة ناحية اليمين تتمرر، تتخلص من محيني إلى تركي الصليح إلى عبد الفتاح الشعيب. عبد الفتاح الشعيب ناقلها إلى اليامي. عبد الرحمن في خطأ في الدائرة، في خطأ في الدائرة على محمد القحطاني، هذا من اللاعبين الناشئين الجدد اللي أبرزهم نادي الهلال في هذا المركز، في مركز الظهير الأيسر. وهذا تحدث عنه الكابتن فهد الصديق باعتباره انه يعني من اللاعبين الذين ينتظر لهم ان شاء الله يعني مستقبل جيد. عبد الله الجمعان يعدي، عبد الله الجمعان بيحاول ينقلها داخل منطقة يتعمق لكن مقطوعه في الوقت المناسب وتروح خارج ارض الملعب، الى خارج ارض الملعب. احنا في الدقيقه 9 تقريبا بنوصل للدقيقه 10. لا زال تعادل سلبي بدون اهداف، لا زال تعادل سلبي بدون اهداف 0-0. ركنية، وهذا طارق الذوادي اللي انتقل من نادي هجر بالاحساء الى نادي الاتفاق. وهذا محمد شلهو ينقلها امام داخل منطقة الجزاء وترجع في محاولة، ترجع مرة ثانية لتركي اللي محمد شلهو بناقلها داخل منطقة الجزاء، اقرب لها طارق الذوادي لليسار. تركي مررها امامية، ياسر الشهري يمرر وكرة ماشية ما في شيء، تنقطع من ابو اثنين وتلعب وتتمرر وفي راية وتسلل وهذه اللي عادل كان في راية وتسلل قبل هذه او قبل هذه الكرة. كرة ملعوبة ناحية اليسار، القحطاني مرر كرة أمامية ويحاول يحصلها عمر الغامدي اللي يلعب اليوم راس حربة مع الجمعان، لكن توصل لطارق الذوادي، لعبها أمامية وطويلة، الشريدة براسه وسط الملعب، تتمرر للشلهوب والشلهوب مرة ثانية لكنها طويلة عليه، تتمرر ناحية اليمين ناحية سعود سقي مرجعها للخلف ناحية سياف مرر كرة تمرات قصيرة تلعب من عبد العزيز الدوسري مرة ثانية ناقلها ويرجع يحاول يحصلها لكن تنقطع. عبد الله الجمعان راح يلعبها ناحية اليسار، تلعب ناحية اليسار وفي عبد الله الجمعان ثانيتين تأخر فيها، يمكن ثانيتين تأخر فيها عبد الله الجمعان، لو لعبها قبل الثانيتين يعني راح نرجع لألعاب القوة اللي تفرق فيها جزء من الثانية فعلا يلعب. شوف لحظة
لعب الكرة كان في هناك تسلل، يمكن ثانيتين لم كان ممكن استفادة عمر الغامدي من هذه الكرة، لكن تسلل ولا زلنا في التعادل السلبي. كرة ملعوبة ناحية اليمين تتمرر سريعة من ياسر الشهري، ملعوبة إلى أقصى اليسار وكرة مشتركة وفي متابعة إلى خارج أرض الملعب، تتخلص من أحمد خليل بالخطأ، وأحمد خليل يلعب ضد نادي اليوم الأصلي ولا مع ناديه الأساس الحالي. طبعا أحمد خليل كان يلعب قلب دفاع الاتفاق، انتقل إلى الهلال كما هو الحال مع عبد الله الشريدة، وكلاهما قلب دفاع الهلال. انتقل عبد الله الشريدة من القادسية وكلاهم من الشرقية إلى الهلال. كرة ملعوبة وفي كثير من اللاعبين يعني انتقلوا من أندية القادسية والاتفاق إلى الهلال والعكس. هناك نذكر عبد الرحمن بشير الله يرحمه قلب دفاع القادسية واللي انتقل إلى الهلال، نذكر عبد الله وإبراهيم الصغير اللي انتقلوا من الهلال للقادسية، ويعني أحمد خليل الآن وعبد الله الشريدة. إذا في انتقالات متبادلة كانت، وفي علاقات جيدة بين الهلال والقادسية والاتفاق. كرة ملعوبة طارق الذوادي أمامي، ولكن في خطأ حتى الآن لم يشكل أي من الفريقين خطورة على الفريق الآخر. هناك حركة دائبة ولكن ليست هناك خطورة من الفريقين. يقال ويعاب يعني الآن يعني هناك حديث عن ضعف في خط الهجوم الاتفاقي، يعني يذكر أنه يعني الهدفين كان يعني فتح شعيب مثلا سجل ولاعب الخط الوسط سجل، ولكن ليس كما ما هو المطلوب من حسين علي وعبد الرحمن اليامي وعلي الفيه طبعا اللي خارج تشكيلة اليوم. أما الهلال لم يظهر بمستوى جيد أمام الكرامة والسوري، ولكن حقق فوز عن طريق الهداف الدولي سامي الجابر، واليوم يغيب سامي الجابر. وكما هو الحال إذا استمر طبعا إذا انتهى موضوع احترافه فسيكون من يعني مطلوب من الهلال إيجاد البديل الفوري، وإن كان هناك البديل صعب في الوقت الحاضر من التشكيلة الحالية، لكن هناك طبعا فرصة للتعاقد مع لاعبين عالميين يتناسبون وإمكانات وسمعة وتاريخ الهلال. رمي التماس أو خطأ لصالح الاتفاق، خطأ لصالح الاتفاق، وهذا عمر بخشوين مساعد الحكم يشير إلى المكان الصحيح للخطأ. وهناك محاولة كشف التسلل من لاعبي الهلال، وعمر بخشوين يبحث عن ثغرة ممكن يسقط الكرة خلف المدافعين. كرة ملعوبة أقرب لها يبدو دعية، أقرب لها الدعية كرة طويلة، يعني دعية اختير كأفضل حارس في آسيا، اختير كحارس القرن في آسيا، لكن أنا عندي بس ملاحظة واحدة على دعية، يستعجل لما يلتقط الكرة يلعب الكرة على طول. يمكن هذه النقطة الوحيدة اللي ممكن تؤخذ على الدعية، انه لا ينتظر زملائه على اساس يعني ياخذون مكانهم ويحاول يلعب الكرة بصورة سريعة جدا، وهذا يفوت على فريقه الفرصة للاستفادة من الكرة. كرة ملعوبة ناحية اليمين ومحاولة، ولكن توقع من منصور الشهراني، تتمرر وفي خطأ على عمر لصالح الاتفاق. كرة منقولة حتى الآن يعني بخشوين لاعب عمر أمام ثلاثي خط الوسط لهما ياسر الشيري وعبد العزيز الحيني عبد العزيز الدوسري، وخلف حسين علي وعبد الرحمن اليامي يلعب راسي حربة وبخشوين ساقط وراهم، وبالتالي حتى الآن لم يستفد الاتفاق من هذه الطريقة، ويعني يبدو أنه قد يكون لمدرب الفريق الاتفاقي وجهة نظر، بينما الحال في الهلال أيضا شايف أنه ليس هناك تموين كافي، ليس هناك كرات ملعوبة من خط الوسط للثنائي الهجوم عبد الله الجمعان وعمر الغامدي، ولهذا تكون هناك سلبية وهناك يعني عدم وجود أي خطورة من على مرمى أي من الفريقين. كرة ملعوبة ومشتركة بين تركي الشايع وتركي الصليح، وفي خطأ لصالح الاتفاق. للتذكير الاتفاق استعد
منذ وقت مبكر من خلال التدريبات، وشارك بعدين في دور الصداقة الدولية في أبها. لعب في الدورة مع الريان القطري وخسر 0-1 عفوا، ولعب مع الأهلي السعودي تعادل 2-2 سجلهم عبد الفتاح الشعيب وحسين علي، ولعب مع الوداد المغربي وتعادل 2-2 ايضا عبد الفتاح الشعيب وحسين علي سجل الهدفين، وايضا لعب مع فريق عسير وخسر 1-2 سجل هدف ياسر الشهري، وبعدين لعب مباراة تجريبية بعد دور الصداقة ومع الاتحاد في جدة وفاز 1-0 سجل حسين علي، ولعب مع الرياض في الدمام وفاز 2-1 سجلهما عبد الفتاح الشعيب وعمر باخشوين. بينما الهلال هذا عبد الله الشريده، عبد الله الشريده يلعب كرة أمامية ومحاولة ترجع، إذا استعداد جيد للاتفاق، وأشوف كرة ملعوبة تسديدها مباشرة وعلى المرمى ولكن إلى خارج أرض. الهلال لعب أيضا في دورة الصداقة الدولية الرابع وحقق لقبها طبعا بعد أن فاز على المحرق 4-1 وعلى الهلال السوداني 3-1، وتعادل مع المريخ 1-1، وتعادل مع القادس الكويتي 1-1، ولعب في دور 4 مع الأهلي السعودي فاز 1-0 سجل فيصل بو 2، وفي النهائي فاز على فريق عسير بضربات الترجيح وبعد التعادل في الوقتين الاصلي والاضافي 2-2، وبعدين لعب مباراه الذهاب ضمن تصفيات اسيويه مع الكرامه السوري في الرياض وفاز 2-1 سجلهم طبعا سامي الجابر، وراح يلعب في 8 سبتمبر في مباراه الاياب في سوريا امام الكرامه. اذا استعداد الهلال والاتفاق جيد، استعداد جيد من خلال الدوره الدوليه هذه، الدوره الدوليه الرابعه في ابها، يعني استعداد ممتاز، واعتقد انه ليس بالامكان افضل مما كان. كره ملعوبه عمر تتمرر امام التركي داخل منطقه ذات النقل، خلص مع فتح شعيب ومحاول تسديد وعلى القوس تتمرر وجمعان يسدد قويه وهدف جميل جدا، هدف جميل جدا الجمعان، كره لا تصد ولا ترد، قويه جدا وقذيفه من هذا اللاعب صاحب القدم القويه جدا، صاحب قدم قويه جدا لا يمكن ان يصل فارق الوادي الواضح مثل هذا بلاتشي. والجمعان من قريبا لا يمكن تصد، لا تصد ولا ترد من قدم الجمعان في الدقيقه 19 من الشوط الاول. هدف جميل جدا، كره يعني ليس عنها طارق الزوادي، يمكن لو مسكها راح وياها الاخمر داخل المرمى. فعلا تسديده قويه جدا جدا لا يمكن ان يسال عنها طارق الزوادي باي حال من الاحوال. اذا اول هدف للهلال في هذه المباراه، واحد جمهور الهلال. شوف لعادة هذه الكرة يبدو للخطأ للاتفاق، خطأ للاتفاق، وبلاتشي قريب من خط التماس يوجه لاعبيه وحصد ثنائي تلعب داخل الجزاء وتكمل بالراس. الله، فرصة التعادل ضاعت من حسين علي، فرصة التعادل من حسين علي لما سنحت الفرصة داخل الست يردات، ولكن راحت الى خارج ارض الملعب، ضربة مرمى. شوف لعادة، شوف داخل ست يردات يعني، لكن برضه دعيع كان مغطي تغطية سليمة، ملعوبة وخارج ارض الملعب، رمية تماس هلالية رمية تماس. المباراة تقام على استاد الامير محمد بن فهد بن عبد العزيز. 1-0 امامك في الشاشة الازرق، 1 الاحمر لا شيء، الهلال 1 والاتفاق لا شيء. 1-0 عين لعبة امامية عمر الغمدي تنقطع في خطأ وحكم المباراة. روح طيبة من عبد الفتاح الشعيب، لما ايضا كرة ملعوبة امامية الان تلعب خاف يشوف كان تسلل، ولكن لعبت مرة ثانية. يعني لو التأخير دائما في الكرات يعني تسبب مشكلة
للفريقين. يعني انا شفت مباراة في لاعب واقع وروح طيبة ايضا مرة ثانية من عبد الفتاح الشهيب اللي اعطى فرصة لعلاج اللاعب عمر الغامدي. وفي بطاقة صفراء راح نشوف لك الإصابة. وإذا طبعا مدرب الاتفاق راح في مهمة أو يقال أنه له ظروف عائلية وحتى الآن لم يرجع، وهوليفيرا طبعا غادر ولم يعد حتى الآن. هذه العادة ارتكب الخطأ وأخذ كرة خارج الملعب ويعطى فرصة. إذا مدرب الاتفاق الآن مساعد هوليفيرا البرازيلي أوجينيو. وحتى الآن احنا في دقيقة 22-1 الهلال لا شيء. الاتفاق وهذا بلاتشي تشكيله